تعال اقول لك ايه افضل ماك بوك تشتريه في 2026 ويظبط لك شغلك زي ما انت نفسك فيه بالظبط. يلا ندخل الفيديو عشان ما اطولش عليك. تعال. بس اللي انا هكلمك عنه النهارده هو مش جهاز واحد، انا هكلمك عن جهازين. جهاز هتقدر تقوم بيه بمهامك اليوميه سريع جدا ومريح جدا ومفيد وسعره كويس، وجهاز تاني لو انت شغلك تقيل قوي وغاوي مونتاج وغاوي حاجات مونتاج تقيل كده، مثلا 4K والحاجات التقيله دي. اول جهاز هكلمك عليه الا وهو الماك بوك اير M4، افضل جهاز نزل في 2025 بلا منازع، الماك بوك اير M4، وهنتكلم عنه دلوقتي. تاني جهاز هكلمك عنه وهو اقدم من الجهاز ده بحوالي 3 أو 4 سنين، بس الامكانيات بتاعته عملاقه فوق ما انت تتخيل. يعني لو انت غاوي فحت وردم فالجهاز ده هو بتاعك، الا وهو الماك بوك برو M1 برو. وانا افضل المساحه بتاعه الشاشه ال 16 انش، لان انت ادام هتفكر ان انت تشتري الجهاز ده فانت هتكون شغال في المونتاج وشغال في برامج مونتاج تقيله. تعال نتكلم عن مواصفات الجهازين، وفي الاخر خالص هقول لك رايي وهقول لك تشتري انهي جهاز فيهم حسب احتياجك، اللي انا برضو هلفت نظرك ليه انت محتاج ايه فيهم. اول حاجه دايما بنتكلم عنها في المقارنات بتاعتنا الا وهي الشاشات. تعال اكلمك الاول عن شاشه العملاق الماك بوك برو M1 برو. وليه اخترت 16 انش؟ ال 16 انش لان انت ادام هتاخد الجهاز ده زي ما انا قلت لك في اول الفيديو، انت عايزه في صناعه فيديوهات تقيله جدا جدا جدا، مش الفيديو مثلا زي ما انا بكلمك في الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده. لو انت بتعمل مونتاج فيديوهات ان انت محتاجه لقناه يوتيوب او فيسبوك او انستجرام، فما اعتقدش ان انت هتحتاج العملاق اللي انا هكلمك عنه ده. M4 هيبقى بالنسبه لك كويس. هقول لك في الاخر تكوين الشاشه بتاعت الماك بوك برو M1 برو بتيجي ليكويد ريتنا XDR بتقنيه ميني LED بكثافه 3456 في 2234 بكسل. الرقم ده كبير جدا، خد بالك في كثافه البكسلات بتاعت الشاشه. الشاشه بتاعتك بتيجي من 1000 نيتس ل 1600 نيتس. فالجهاز ده عشان انت خاطر انت تستخدمه في الشمس، انت بتتكلم في شاشه عملاقه جدا جدا جدا، ان انت لو شغلك بره او دور بتشتغل في الشمس بمهندس معماري فبتحتاج البرامج ال 3D والكلام ده كله، فالشاشه دي في حته تانية خالص. والشاشه بتاعت الماك بوك برو M1 برو بتيجي 120 هرتز، وحط خطين تحت 120 هرتز. اما امكانيات الشاشه التانية بتاعت الماك بوك اير M4 فبتيجي برضو ليكويد ريتنا IPS 60 هرتز، يعني نص الشاشة بتاعت الماك برو M1 برو، وبتيجي بإضاءة 500 نيتس، يعني برضو نص النيتس تقريبا اللي في الماك بوك برو M1 برو. في ناس هتقول لي ده كده فرق شاشة شاسع جدا وفرق كبير جدا بين الجهازين. الفرق مش كبير زي ما انت متخيل، الا لو انت هتستخدم الجهاز ده في حاجتين: يا بره في مكان كله شمس واضاءة، فهنا هقول لك مش هينفع معاك الاير M4، خليك في الماك بوك برو M1 برو. يا اما تكون انت بتستخدم فيديوهات او بتشتغل مونتاج على برامج 3D و4K، هنا انت هيكسب معاك M1 برو. شغلك مش محتاج ولا شمس ولا اللي انا قلت عليه ده، انا بقول لك خليك في M4 حتى الان جهاز عملاق. تاني حاجه دايما احنا بنتكلم عليها بعد الشاشات، هكلمك عن المعالج وايه الفرق بين M4 الحديث والفرق بين M1 برو، وهل ده يكسب ولا ده يكسب. ده اللي انت هتعرفه دلوقتي. بروسيسور الماك بوك اير M4 طبعا البروسيسور بتاعه الشبايه بتاعته M4. طيب تكوين M4 دي يا صديقي ان هي بتيجي ب10 انويه، 4 للاداء و6 للكفاءة، فدي حاجة حلوة وحاجة سريعة وهتسعفك جدا. أما البرو بيجي برضو ب10 أنوية، بيجي معاك 8 للأداء و2 للكفاءة. هنا الأداء هيكون أسرع بنسبة معينة في حاجات معينة، اللي هي برضو الفيديوهات ال 4K والبرامج ال 3D والتصميمات ال 3D. ده كان بالنسبة للبروسيسور اللي هو ال CPU. أما لو اتكلمنا عن الجي بي يو اللي هو الأداء الرسومي، ودوت اللي هنا بقول لك ممكن يكسب فيه الماك بوك برو M1 برو في الأداء الرسومي بالذات. ليه بقى يا صديقي؟ لأنه في المعالج الرسومي M1 برو
بيجي ب 16 نواه للجي بي يو ده في النسخه الاساسيه. اما بالنسبه للماك بوك اير الام 4 فبيجي ب 8 انويه ل 10 انويه، يعني انت بتتكلم في فرق الضعف، الجي بي يو اعلى بالضعف تقريبا. هرجع افكرك برضو لو انت بتتكلم عن الفيديوهات التقيله والالعاب والبرامج التقيله جدا. نيجي في حته التبريد، انت عندك الماك بوك برو، اي حاجه فيها برو بتبقى فيها مروحه، بيعتمد على التبريد في المروحه. فلو انت بتتعامل مع جهاز في شغل تقيل جدا ان الجهاز بيسخن، فبتشتغل المروحه في الماك بوك معاك هادي ومش بيهنج معاك والكلام ده. طيب بالنسبه للاير الام 4، الشبايه بتاعت الام 4 بتعتمد على التبريد الذاتي، وده الجديد منه في الاير الام 4، وده سبب نجاح بالنسبه لي حتى الان الاير ام 4. يعني الجهاز مش بيسخن، مع ان اللابات او الماكات عامه الاير ما بتبقاش فيها مراوح، بس الشريحه بتاعت الام 4 في الاير جميله جدا، والجهاز مش بيسخن طول ما انت قاعد في مكان واقعي. يعني ما تبقاش في عز الشمس في عز الصيف وتاخد الماك ده تشغله معاك في الشارع، الكلام ده يبقى صعب شويه. او تبقى قاعد في مكان الرطوبه بتاعته عاليه او الدنيا حر فيه ومفيش ولا مروحه في السقف ولا تكييف، فهنا تلاقي الماك بوك الام 4 معاك ابتدى ان هو يتقل معاك، بس برضه مش هيأذيك الاذيه اللي انت متخيلها ان ممكن يعملها الماك لو درجه الحراره عليت. طيب تعال اكلمك وننقل على حته البطاريه. البطاريه اللي بتيجي في الماك بوك الام 1 برو بطاريه عملاقه جدا، 100 واط. البطاريه عملاقه حرفيا، هتسعفك، هتقضي معاك مهام اليوم بتاعك كامل. عندها القدره ان هي تشتغل لحد 21 ساعه متواصل لو انت بتتفرج على فيديوهات. اما لو انت بتستخدم مثلا برامج الويب وان انت فاتح النت كتير، فهتقعد معاك 17 ساعه. طبعا كلكم عارفين ان الماكات من هم اللي اخترعوا يعني ايه لابتوب البطاريه بتقعد بالارقام دي. ناس كتير معاها لابتوبات ويندوز وغاليه جدا، وتبص تلاقي البطاريه بتقعد 5 6 ساعات بالعافيه، وكده طفره بالنسبه لهم على فكره. اما بالنسبه للبطاريه بقى بتاعت الماك بوك اير الام 4 فبتيجي 52.6 واط، وبتقدر تقعد، ودي برضو عن تجربه، من 15 ل 18 ساعه شغل. الارقام اللي احنا قلناها دي تقول لك على طول ان الماك بوك الام 1 برو ال 16 انش بطاريه اقوى من الام 4. بس انا بقول لك ايه ده، لو انت هتستخدم البرامج اللي احنا قلنا عليها على البطاريه ال 100 واط وعلى حجم اللابتوب ده، فهي هتسعفك وهتقضي معاك اليوم، بس مش هتقعد اقوى من الام 4. لان الام 4 انت اوريدي هتستخدمه المهام يوميه سريعه، مذاكره، مونتاج فيديوهات زي ما انت بتتفرج عليا كده. بالمناسبه الفيديو ده كله متمنتج بالماك بوك الاير الام 4، الفيديوهات اللي قبل كده متمنتجه بالماك بوك برو الام 1 برو. انت مش هتلاحظ اي اختلاف، انا نفسي ما لاحظتش اي اختلاف في المونتاج. فعشان خاطر البرامج التقيله اللي بيستخدمها الماك بوك برو الام 1 مستخدم هو اللي بيستخدمها، فالبطاريه تحس ان هي اقل من الام 4. ميزه في الماك بوك برو الام 1 برو 16 انش في المداخل بتاعته، يعني انت لو بصيت على الجهاز هتلاقيه بيجي لك الشاحن الماك سيف، وهتلاقي مدخل يو اس بي تايب سي ومدخل يو اس بي تايب سي تاني، وهتلاقي الوصله ال 3.5 لو عايز توصل سماعه جاك، وهتلاقي الناحيه الثانيه الاتش دي ام اي، وهتلاقي عندك طارق بطاقات كارت ميموري، وهتلاقي يعني انت بتتكلم في تايب سي تاني تقريبا، انت بتتكلم في حوالي 3 4 5 فتحات تقدر تنجز عليهم المهام بتاعتك كلها. بالنسبه للماك بوك الاير الام 4 فهتلاقي عندك فتحتين تايب سي والشاحن الماج سيف، وهتلاقي الفتحه بتاعت الجاك ال 3.5 بتاع السماعه. فهنا الفتحات اقل شويه، بس دي ما بقتش حاجه دلوقتي تضايق، لان بقى في دوكات كده بتتباع مثلا من شركات انكر ويو جرين والكلام ده كله، مجرد ما بتوصل تايب سي بتقدر تفتح حاجات كتيره جدا. فدي ما بقتش ايه حاجه ان هي تضايقك او حاجه ان هي توقفك. تعال نتكلم على الرامات. وعندك الماك بوك الاير الام 4 بيبدا ب 16 جيجا رام. بعد كده عندك الماك بوك برو الام 1 برو اللي احنا بنتكلم عنده بيبتدي عندك برضه من 16 جيجا رام. بالنسبه للمساحات الام 4 بيبتدي معاك من 256 و512 لغايه 2 تيرا. اما بالنسبه للماك بوك برو الام 1 برو فانت عندك تعديلات تقدر توصل بيه ل 8 تيرا، دي ما يعملهاش الماك بوك اير الام 4، انما يعملها الماك بوك برو ام 1 برو. بالنسبه للرامات زي ما احنا قلنا الام 4 بيجي 16 جيجا رام، والنسخه الثانيه
التانية بتيجي 32 جيجا رام. اما بالنسبة للماك بوك برو فبينزل منه 16 جيجا رام، وبينزل منه 32 جيجا رام، وبينزل منه 64 جيجا رام. في واحد ممكن يقول لي انت بتعمل المقارنة دي ليه اصلا، والفرق بين ده وده كبير. انت ممكن تجيب برو ام 4 وتعمل مقارنة بينه وبين الاير ام 4. اقول له شايفك وسامعك يا ابو لسان طويل. انا اللي خلاني عملت لك المقارنة بين الجهازين دول ان الجهازين دول معايا واشتغلت على الجهازين دول وشغال بالجهازين دول. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان تمن ده جديد تقدر تجيب بيه ده كسر زيرو، لان من الصعب ان انت تجيب منه جديد، ان ده الجديد بتاعه مثلا ب $1000، انما ده الجديد بتاعه لو هنجيبه مش اقل من $1500. انما المستعمل بتاع ده بتمن ده جديد. يعني لو جبت ده النهارده جديد ب 45000، وبالمناسبة في اخر الفيديو هقول لك على مصلحة هتعجبك قوي، فشوف الفيديو لاخره. لو جبنا ده جديد ب 45000 فدوت هيبتدي معاك في الكسر الزيرو بتاعه ستارت اب من 45000. انا عشان كده عامل لك المقارنة دي يا حبيب قلبي، وعايز جديد فده موجود بسعر كويس. اما لو انت ممكن تتغاضى عن حته الجديد وتجيب كسر زيرو، بس يكون طبعا شغلك اللي انا قلته ورصيته من اول الفيديو وعدته يمكن 60 مره ان الجهاز ده بيشتغل حاجات معينه تقيله جدا، ساعتها انت هتستسلم وهتاخد الماك بوك برو الام 1 برو. استنى لاخر الفيديو عشان جايب لك حاجه هتعجبك. الرسم البياني اللي ظهر قدامك ده صديقي بيوضح لك كل حاجه. يعني لو جينا قسمنا ان الماك بوك اير الام 4 اللون الاخضر، وقسمنا ان الماك بوك برو الام 1 اللون الاورنج، هتبص تلاقي التحليلات اللي قدامك دي موضحه لك كل حاجه. اول حاجه فوق عندك الاداء الاحادي النوى اللي هو يعني الاستخدام اليومي معاك، هيكسب معاك الاير الام 4. عندك على اليمين الاداء متعدده النواه، هتلاقي الحاجات قريبه من بعض جدا، اللي هو برضو الاستخدامات الفيديوهات زي اللي انت بتتفرج عليها فيه دلوقتي. عندك مميزات احترافيه، هتلاقي عندك اللي هيكسب معاك بجداره الام 1 برو طبعا عشان خاطر الفيديوهات المونتاج وال3 دي الحاجات اللي انا قلتها لك. عمر البطاريه هنا هيكسب معاك بحاجه بسيطه الام 4. ده ليه؟ ده زي ما انا قلت لك ان الاستخدامات اليوميه هتكون بسيطه عن شغل ال4K وال3 دي والحاجات الهندسيه التقيله بتاعه الماك بوك برو، فعشان كده عمر البطاريه هو اللي هيبقى اطول في الام 4. جوده الشاشه هتكسب بجداره طبعا الماك بوك برو الام 1 برو. قابليه الحمل، ده الوزن بتاع الجهازين احنا ما اتكلمناش عنهم. انت عندك الام 4 وزنه كيلو 26 جرام، اما الماك بوك برو الام 1 برو 16 انش وزنه 2 كيلو و100 جرام. اداء رسوميات هيكسب بجداره طبعا الماك بوك برو الام 1 برو عشان خاطر اللي انا لسه قايل لك عليه في شغل الفيديوهات التقيله جدا، افلام الكرتون مثلا، الكلام ده كله هيبقى هيكسب معاك الماك بوك برو الام 1 برو. طيب يا سيدي، اخر حاجه بقى، وانا اسف الفيديو ده طول قوي بس كان لازم اعمله لكم، تختار ايه وانهي ماك بوك في الاتنين دول يفيدك، وفي الاخر برضه هقول لك تجيب الاتنين دول ازاي وبسعر كويس. لو انت استخدامك اليومي ان انت بتذاكر، ان انت متصفح كتير، بتفتح نت كتير، بتعمل فيديوهات مثلا زي حالاتي، المونتاج بتاعك مش قوي قوي زي ان انت محتاج بتشتغل في الانيميشن والكرتون ودبلجه ومونتاج الافلام والميديا والكلام ده كله، فخليك في الام 4. انا بقول لك الجهاز ده هيسعفك جدا وجهاز كويس جدا. اما لو انت عايز حاجه احترافيه وتعمل حاجات وتعمل شغل مش اي لابتوب بقى، مش اي ماك، مش اي لابتوب في العالم يقدر يعمله، فخليك في الماك بوك برو الام 1 برو. ده ممكن يكون 2021 و2022 ودوت 2025، فرق 3-4 سنين، بس الامكانيات جباره جدا فوق ما انت تتخيل. شغلك لو انت بتشتغل مهندس، بتشتغل في شمس كتير، شمس عاليه، شاشه الام 1 برو هو اللي هيفيدك. بطاريه اقوى في الشغل العالي، جهاز ما بيسخنش في الشغل العالي، المونتاج اللي احنا قلنا عليه وكل حاجه، هيبقى الماك بوك برو الام 1. اما لو انت شغلك خفيف الى حد ما في الماك بوك اير الام 4. جهاز زي الام 4 ده لو هنجيبه جديد هنجيبه من 44000 ل 45000. اما بالنسبه للماك بوك برو الام 1 برو فهيبقى المتاح منه كسر زيرو مش جديد، هتقدر ان انت تجيبه لو بطاريه مثلا 85 وانت طالع لل 90، هيبقى سعره في حدود ال 45000 بسعر الماك بوك الام 4 الاير. اما لو بطاريه الماك بوك برو الام 1 برو فوق ال 95% ل 100%، فممكن الجهاز يلمس معاك ال 50. محتاج اي استفسار عن ده في اسعاره او اي استفسار عن
ده في اسعاره باي كميات انت محتاجها. كل ده انت ممكن تعمله ان انت تبعت لي بس رساله على الخاص وانا هظبط لك كل حاجه. تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الموبايلات الايفون، موبايلات الفلاج شيب حول العالم. بنحاول بنسعى جدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي ولابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض هتفيدك الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. اي استفسار بنشره اسعار البيع والشراء للموبايلات واي حاجه تكنولوجيه هتلاقيها على موبايل تربو. واتمنى ان انت تشترك في القناه دي وابعت رساله استفسار في اي وقت باي سعر انت محتاجه. حابب تشوف فيديوهاتي بعناوينها منسقه، اول منصه بتنزل عليها هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. بستنى رسالك على الانستجرام، اعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.